الأخبار الموجزة اليوم الأربعاء. يقول المساعد الاقتصادي لرئاسة الوزراء: جعلت إمارة أفغانستان الإسلامية قطاع الكهرباء أحد أولوياتها، وأنشأت مرافق أساسية في هذا القطاع لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. صرحت وزارة الصناعة والتجارة إن شركة روسية تستثمر في إنتاج النفط من الكثافات في العاصمة كابول. قام وزير المناجم والبترول الشيخ شهاب الدين دلاور بزيارة حقل نفط قشقري، وأشاد بأنشطة المشروع المذكور. صرحت وزارة الداخلية تم تسليم المبنى الجديد لإدارة مكافحة الحرائق والحوادث. تم توقيع اتفاقية تعاون ثنائي بين وزارة التعليم العالي وشركة البريد الأفغانية الحكومية. صرحت وزارة الإعلام والثقافة تم تنظيم معرض للكتاب لمدة يوم واحد في مقاطعة أوروسكان تحت مسمى أسبوع الكتاب. صرحت وزارة الصحة العامة تم افتتاح وحدة العناية المركزة المجهزة بأحدث المعدات وتشغيلها في مستشفى الاستقلال التخصصي في العاصمة كابول بميزانية داخلية لوزارة الصحة العامة. يقول أفراد عائلة 18 أفغانيا استشهدوا في بلغاريا إن الإمارة الإسلامية أوفت بحقوق الشعب 100%، ونحن سعداء بذلك.